ازيك يا وحشي؟ الاخبار؟ يا رب تكون دايما بخير. النهارده زي ما احنا كلنا متوقعين طلعت قرارات اذا كانت من النادي الاهلي او من الرابطه، فتعالى احكيها لك حسب ما انا فهمتها، لان انا اتفرجت على فيديوهات كتير وشفت خبراء لوائح وخبراء قوانين والكلام ده، وشفت ظروف مشابهه للموقف بتاعنا ده. فبعد ما لميت ده كله هفهمه لك حسب ما انا فهمت. لكن مبدئيا احب اقول لك ايه؟ خير. وهقول لك انا بقول لك خير ليه، يعني تفائل وخير. النادي الاهلي الساعه 2 طلع بيان بيقول فيه ان هو راح يشتكي اللجنه الاولمبيه. هتقول لي طب النادي الاهلي ليه راح قبل القرار ما يطلع؟ القرار طلع 3 ونص. اللي حصل ده من الواضح كده انه بالاتفاق ما بين النادي الاهلي وما بين الرابطه. ليه؟ لو النادي الاهلي كان استنى قرار الرابطه طلع الاول وبعدين اشتكى، القرار هيبقى نافذ لحد ما اللجنه الاولمبيه او المحكمه دي تفصل في الشكوى، فكان هيبقى القرار ماشي. انما اللي حصل العكس، النادي الاهلي اشتكى الاول قبل ما القرار يطلع، فدلوقتي ايه اللي سابق؟ الشكوى. توقف القرار لحد ما الايه؟ اللجنه الاولمبيه تفصل فيه. فهمت ايه اللي حصل؟ يعني النادي الاهلي هو اللي سبق بالخطوه بتاعته علشان يوقف القرار اللي هيصدر. القرار دلوقتي يعتبر صوريا بس طلع ان نادي الزمالك ياخد 3 نقاط، والنادي الاهلي يعتبر يتخصم منه اخر 3 نقاط في اخر الموسم والكلام ده. فهو القرار حاليا يعتبر مبطول بحكم محكمه للنادي الاهلي اللي سبق واشتكى. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه بقى ايه؟ اني ليه بقول لك الموضوع تفائل واني يعتبر اللي حصل ده بالاتفاق؟ لان اللجنه الاولمبيه دي، انت عارف في ناس يقول لك ايه، طب النادي الاهلي ما راحش للفيفا ليه على طول؟ ما ينفعش انك لما تروح للفيفا هيقول لك انت اشتكيت الاول في بلدك، زي ولد ضرب ولد وراح يشتكي لعمه، فيقول له انت يا ابني بتشتكي لي ليه ما ابوه موجود؟ فهو لازم يبقى في التقاضي في سلالم لازم تطلعها. الاول حاجه خالص لازم تشتكي فيها وهي اللجنه الاولمبيه دي. فانت لو رحت للفيفا وسالك في بلدك اشتكيت فين، هتقول له ما اشتكيتش، يقول لك لا روح الاول وبعدين تعالى لي. انما لما تروح له وتقول له اشتكيت ومحدش حل لي، هنا بقى يبتدي يبص في الدعوه بتاعتك. فالنادي الاهلي كده قانونيا ماشي صح، ان هو خد اول خطوات في التقاضي. والاهم في الخطوه دي انها بموافقه الطرفين، يعني النادي الاهلي والرابطه اتنين في بينهم نزاع وفي بينهم مشكله، اختاروا المكان اللي هيلجأوا ليه علشان في الاخر الاتنين يبقوا ملزمين بالقرار. يعني دلوقتي بالبلدي كده انا وانت في بينا مشكله، خدت بالك؟ قلنا تعالى نروح لحد يحل ما بيننا، انت ترضى مين؟ قلت لي فلان، وقلت لك وانا هرضى بحكم فلان، تعالى نروح له. فده اللي حصل النهارده، ان النادي الاهلي والرابطه الاثنين راضيين بحكم اللجنه الاولمبيه. وده بعد ما حصل رئيس اللجنه الاولمبيه ياسر ادريس اعلن وقال ايه؟ الاهلي ارسل الشكوى عبر الميل للرئيس اللجنه الاولمبيه، واخترنا مجلس اداره الاهلي بتحويل شكواهم الى الشؤون القانونيه للبت في الامر، وان الرد على الشكوى سيكون قبل انطلاق منافسات الجوله الثانيه من المرحله الثانيه للدوري. يعني رئيس اللجنه ياسر ادريس بيعلن ان هو خلال الشهر ده فتره التوقف، واللي هي عقبال ما الدوري يبدا تاني، هيكون حصل الفصل في الامر. راح بعديها النادي الاهلي دخل على الخطوه الثانيه على طول. ده يوريك النادي الاهلي دارس قراره كويس ومرتبه كويس وعارف هو بيعمل ايه. النادي الاهلي هيدخل على الخطوه اللي بعدها، هو ايه؟ انه نزل بيان بيقول فيها ان هو بيرفض بيان الرابطه بان هو يعتبر منسحب من مباراه الزمالك وتخصم منه 3 نقاط، لان بيقول لك انا ما انسحبتش اصلا، انا حصل خلل في اجراءات المباراه او في تنظيم المباراه، انا مش منسحب. فدي خطوه تانية استباقيه بتعطل برضو القرار اللي صدر من الرابطه. فانت كده يعتبر بالبلدي محزم القرار بتاع الرابطه مش متطبق. فالموضوع بص ماشي ايه؟ 1 2. النادي الاهلي بدا راح ايه؟ الرابطه رد. النادي الاهلي راح مدي الخطوه الثانيه، راح الرابطه مدي الخطوه الثانيه. بعد ما النادي الاهلي طلع بيان ان هو بيرفض فكره الانسحاب وان حصل خلل في اجراءات المباراه، راحت الرابطه مطلعه بيان بتقول ايه؟ خطاب رابطة الأندية لنادي الزمالك. رابطة الأندية في انتظار قرار اللجنة الأولمبية بشأن شكوى الأهلي، مع الالتزام بما سيتم البت فيه، مع التأكيد على الالتزام بما تقرره اللجنة في هذا الشأن. فزي ما بقول لك الموضوع ماشي ايه؟ 1 2. نخش بقى على المهم، وايه هو القرار المنتظر؟ القرار المنتظر خلال الشهر ده اللي هيطلع من اللجنة الأولمبية، إذا كان النادي الأهلي مع حق هتقر بإعادة المباراة، تمام؟ وإذا حصل العكس واللجنه الاولمبيه شافت ان قرار الرابطه واجراءاتها سليمه، خدت بالك، وما المباراه ما تعادش والنادي يتخصم من 3 نقاط، هنا بقى لازم في الامر يحصل في حاجه من الاثنين. يا النادي الاهلي يمضي على القرار ويبقى خلاص القرار نافذ، ويبقى هما الاثنين الموضوع كده من اول مرحله الموضوع خلاص تمام والقضيه اتقفلت والنادي الاهلي يطبق عليه الاجراء ده، يا اما النادي الاهلي يصعد ويروح للمحكمه الرياضيه بعد كده. في حاجه اسمها لجنه فض النزاعات، لكن دي مجمده بقى لها سنتين بسبب عدم قانونيتها. تبقى الخطوه اللي بعد كده ان النادي الاهلي يطلع فين؟ على الفيفا. واذا اقرت اللجنه الاولمبيه باعاده المباراه والنادي الاهلي والرابطه مضوا على كده، النادي الزمالك مش من حقه انه يشتكي والموضوع انتهى على كده. يعني دلوقتي النزاع ما بين النادي الاهلي وما بين الرابطه، نادي الزمالك خارج القصه خالص. نادي الزمالك ليه خطوه واحده ممكن يعملها وهجي لك ليها دلوقتي، بس ناخدها واحده واحده. لو اللجنه الاولمبيه اعلنت اعاده المباراه وان النادي الاهلي ورقه مظبوط والدنيا تمام وان هو فعلا معاه حق، واقرت باعاده المباراه
والرابطه مضت على القرار ده، يعني القرار بقى خلاص نافذ والموضوع اتقفل وكده، وجب اعاده المباراه. وازيدك من الشعر بيت، الكلام ده بناء عن ايه؟ هقول لك. الاستاذ عامر العمايره خبير اللوائح طلع مع الاستاذ احمد موسى وقال لك ايه؟ الرابطه ملزمه باعاده المباراه في حال صدور قرار من اللجنه الاولمبيه، ولا يحق للزمالك الطعن على القرار، لان في طرفين النزاع النادي الاهلي والرابطه، ان الزمالك ملوش دعوه. فالاثنين خلاص قدام مضوا على القرار في اللجنه الاولمبيه ان احنا خلاص هنعيد المباراه، الموضوع انتهى. ولا يحق للزمالك الطعن على قرار، ولكن يحق للزمالك الانسحاب من المباراه وتقديم شكوى في اللجنه الاولمبيه. تعالى بقى حبيبي، الحته دي معناها ايه بقى؟ ان النادي الزمالك بعد ما يطلع القرار باعاده المباراه ان شاء الله يعني، وده الاقرب انه يحصل، هيقول لك لا طب انا ماليش دعوه، انا خدت الثلاثه بونت بتوعي وانا رحت المباراه وعملت محضر والكلام ده كله. الرابطه هيقول لك ايه؟ خلاص يا عم الحاج تعالى نروح مين؟ للجنه الاولمبيه. دي المكان الوحيد اللي نادي الزمالك يقدر يشتكي فيه. اللجنه الاولمبيه هتبص في الورق بتاعه وتفتح الملف تاني، هتلاقي ان نادي الزمالك غير طرف في النزاع اصلا. الرابطه هي اللي بتنظم المباراه، فنادي الزمالك ملوش دعوه. الخلل هنا خلل اللجنه المنظمه للمباراه. فيروح قرار اللجنه الاولمبيه ان الموضوع بالنسبه لي مقفول، انت مش طرف فيه. نادي الزمالك بعد كده ما قداموش غير يروح فين؟ يروح للفيفا. هيروح الفيفا هيشتكي، الفيفا هتبص ان هي لقيت ايه؟ ان الموضوع ده كان نزاع داخل الدوله اللي هو شان داخلي واتبت فيه، والمحكمه خاصت بيه ما بين الطرفين، طرفي النزاع. هيقول لك انا ماليش دعوه، مش هيقبل الدعوه اصلا. يعني الزمالك يروح اللجنه الاولمبيه هيلاقي في حكم متاخد، هيروح ايه؟ يقول له انت مش هتحل، طب انا هطلع على الفيفا. يقول له حبيبي اطلع على الفيفا. هيروح الفيفا هيلاقي ان القصه دي في الدوله نفسها، الطرفين النزاع اتفض ما بينهم، وان المحكمه حكمت خلاص هو هيقبلها بناء عن ايه؟ الموضوع انتهى. فيبقى نادي الزمالك ما قداموش غير ان هو ايه؟ ينسحب من المباراه وتتقلب عليه الايه. ساعتها يبقى هو المنسحب ويتخصم منه. الخطوه كمان اللي حصلت في النص وقوت موقف النادي الاهلي، وسبحان الله يعني، حته الحكم السعودي اللي جه ومشي. يعني انت اتحاد الكوره والرابطه زنقوا نفسهم في حته الايه؟ لما انت امورك تمام وان خلاص كله زي الفل، انت بعت جبت حكم ليه؟ فمعنى تجيب حكم ويمشي معناه ان انت اعتراف منك ضمني ان كان في خلل فعلا في اجراءات تنظيم المباراه، وانا فعلا جريت وجبت حكم واتصرفت، لكن في الاخر الطرف الثاني اللي هو نادي الزمالك ما رضيش يلعب المباراه ومش عارف ايه والكلام ده. انما فكره ان الحكم اللي جه ومشي ده سبحان الله من ضمن الحاجات اللي مقويه موقف النادي الاهلي، لان ده اعتراف من اتحاد الكوره والرابطه بان فعلا كان في خطا في اجراءات تنظيم المباراه واحنا حاولنا نداويها. فباختصار كده ان المباراه في طريقها للاعاده بختم المحكمه. ليه؟ عشان محدش بعد كده يقدر يتكلم، حكم محكمه واجب النفاذ والموضوع انتهى على كده. الاهم من ده كله ان كان كل ده الاجراءات اللي بتحصل دلوقتي لازم تبقى بالتنسيق ما بين اداره النادي الاهلي وما بين الرابطه. ليه؟ لان النادي الاهلي لو خد سكه والرابطه خدت سكه، يعني النادي الاهلي راح للفيفا على طول، هيرجع زي ما اقول لك ايه؟ يقول له ارجع اشتكي في بلدك، وبعدين لو ما حلوش تعالى لي. فالموضوع ده عقبال ما النادي الاهلي الفيفا ترفض ويرجع هنا يبدا ومش عارف ايه، الموضوع هياخد وقت. بعدين هنا مثلا يطلع حكم ما يعجبش النادي الاهلي، يبتدي النادي الاهلي خلاص يروح للفيفا يقول له ما حلوليش في بلدي، تعالى انت حل لي. القصه اللي بحكيها لك دي عارف هيكون ايه اللي حصل؟ هيكون الدوري حالي خلص والدوري الجديد بدا وممكن يكون نصه خلص. الموضوع ده شوف بقى المحاكم وبالذات الفيفا والكلام ده بتاخد وقت. فهي الفكره ان النادي الاهلي لو خد طريق والرابطه خدت طريق، او الرابطه فضلت تتفرج على النادي الاهلي والنادي الاهلي ماشي في طريق، الموضوع هيطول مش هيتحل. هيكون الدوري الحالي خلص والدوري الجديد بدا ونصه كمان يكون خلص ولسه المحكمه ما حكمتش. فهو الاتفاق الغرض منه ان احنا الاثنين في مشكله بينا، فعايزين نشوف اسرع طريقه للحل علشان لا انت تتضرر ولا انا اتضرر. لان من ضمن القرار اللي خرج من الرابطه اللي هو فكره تحمل النادي الاهلي لكل الخسائر والرعاه والبث والكلام ده، ما انت داخل في حوالي 180 مليون جنيه. بس يا سيدي ده كان الموضوع باختصار. فخلال الشهر ده هنشوف ايه اللي هيحصل وان شاء الله خير، لكن في الغالب باذن الله اللي متوقعه يعني من الحاجات اللي واضحه كده ان باذن الله القرار الاقرب هو اعاده المباراه. بس كده حبيت اشرح لك اللي انا فهمته بطريقه مبسطه، علشان ايه؟ في ناس كتير برضو المواضيع داخله في بعض ومش فاهمها كويس. حاجه في الاخر تاكد لك برضو كلامي، فكره ايه؟ ان النادي الاهلي يوريك الموضوع بالتنسيق، ان النادي الاهلي ما طلعش قرار بالانسحاب من كاس الرابطه. يعني على الوضع الحالي النادي الاهلي وارد تلاقيه بيلعب يوم الخميس. ده يوريك ان الموضوع كده ايه؟ بيحصل فعلا بالتنسيق ما بين الطرفين. اشوفك على خير يا وحش. السلام عليكم.